أهلا بيكم مستمعين بودكاست خطواتي في يوم جديد في سنة جديدة. بتمنى لكم تكون سنة سعيدة. النهاردة حلقتنا عن السنة الجديدة. كل سنة جديدة في حياتنا دايما بنتمنى تكون السنة حلوة مميزة، سنة تبقى أحسن من اللي قبلها، وخاصة السنة دي. كلنا السنة اللي فاتت 23 قابلنا تحديات كتير ومشاكل كتير في حياتنا، وكلنا بنتمنى إن 24 تكون سنة مميزة عن 23. بس السؤال هنا، يا ترى السنة هي اللي هتتغير؟ يعني الأيام الساعات ما هي بس رقم، ولا المفروض إحنا اللي نتغير؟ السنة هي أيام بنعيشها، إحنا اللي بنعمل يومنا، إحنا اللي بنعمل أيامنا سواء حلوة أو أيامنا السيئة. إحنا اللي نقدر نتحكم في السنة. في ظروف كتيرة هي بتواجهنا، ظروف خارجية جاية غصب عن إرادتنا، مش بنقدر نعمل حاجة. بس السؤال، هل إحنا الظروف دي هي اللي هتتحكم في حياتنا وتمشي مصير حياتي، ولا أنا ليا دور؟ في ناس بتحط إيديها على خدها تقولك ما هو الظروف والدنيا وي 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 وي. معاك جدا على فكرة، بس أنا هعيش إزاي طول ما أنا حاطط إيدي على خدي وعمال أولول على الظروف؟ أنا لازم أعمل يومي make your day. لو فضلت حاطط إيدك على خدك هتلاقي الأيام بتعدي زيها زي غيرها، بالعكس الأمور هتتعقد أكتر والأيام هتبقى أسوأ. الإنسان اللي مش بيطور من نفسه وما بيشتغلش على نفسه عمره ما هيخرج من عنق الزجاجة، هيفضل طول عمره تحت خالص. هحكي لكم موقف، هو مش موقف، هي تجربة الإنسان أنا شفته بعيني. الإنسان ده كان شغال في الشغل ده قعد فيه حوالي 5-6 سنين، كان طالع عينه حرفيا، ضغط نفسي، تعب، بيبذل مجهود رهيب كأنه هو صاحب الشركة، وما كانش بيلاقي أي تقدير سواء مادي أو معنوي أو حتى يعني يترقى أو يتقدر. أي حاجة بيعملها شكرا، برافو عليك. فالشخص ده قرر ان هو ما يسكتش على الظروف اللي هي المحيطة حواليه، فقرر ان هو ياخد كورسات ويدرس حاجات جديدة ويطور في نفسه في المجال اللي هو شغال فيه، وابتدى يعمل بروجكتات صغيرة وينشرها على مواقع السوشيال ميديا اللي هي خاصة بالشغل، زي لينكد ان على فكرة من المواقع الحلوة جدا لو انت عايز تبني كارير حلو، يعني الناس تشوفك. فالمهم ابتدى يعمل وينشر ويكتب ويحضر محاضرات ويعمل أبحاث و بجانب شغله طبعا، لغاية ما في يوم اتصل بيه إحدى الشركات قالوا له احنا عايزينك معانا. وفعلا ساب الشركة اللي هو فيها وراح شركة تانية. الشركة التانية طبعا أفضل، الشركة التانية هي اللي طلباه مش هو اللي سعالها، خلي بالكم من النقطة دي. الشخص ده لو ما كانش تعب في شغله، او لو كان قاعد مرتاح وعادي بيشتغل وياخد فلوس وخلاص، الراجل ده ما كانش طور من نفسه، بالعكس ده هو كان فضل الحال على ما هو عليه. فابتدى يطور في نفسه، فالتطوير خلاه يتطلب وان هو يوصل للحلم او الهدف اللي هو كان نفسه فيه، ان هو يتقدر، هو عايز يتقدر. طيب انت عايزة تقولي ايه من القصة دي؟ عايزة اقول ان التغيير في النفس، لما انا اغير في نفسي على اي مستوى، انا ما بقولكش غير على مستوى شغلك او تعليمك او شوف انت محتاج تتغير في ايه وغير، ده هيخليني احسن من اللي فات. اغير عادات، يعني انا في ناس كتير حوالينا عندهم عادات غلط هم مقتنعين بيها، او مثلا عايشين فيها في العادات دي وانا كده تمام 100 100. اتكلمت قبل كده في الموضوع ده كتير.
احنا النهاردة هنقول بعض العادات دي من تجارب بعض الأشخاص، دي مش كلام نظري ولا كلام سوشيال ميديا، دي حاجات ناس حطتها في حياتها والدنيا مشيت. يعني الحياة في ظل التعقيدات اللي هي فيها، لا كانت الدنيا ماشية. أول حاجة هنتكلم عن المستوى المادي. أول حاجة لما أجي أنا باخد المرتب أول الشهر باحط ميزانية. دي مشكلة في بيوتنا عامةً، إحنا بناخد الفلوس، طبعًا ربنا يبارك في الفلوس وبيبارك في القرش، بس بنمشي بعشوائية. لأ، المفروض أحط ميزانية بحكمة، أعرف إزاي أنا البيت محتاج إيه، إيه اللي محتاج أصرفه، إيه اللي محتاج أحوّشه وهكذا. في كده يعني قاعدة معروفة في الميزانيات اسمها 50 30 20. 50 30 20 بتقول لك هتصرف 50% من مرتبك أو من الدخل اللي جاي لك، 30% هتحطهم ظروف طارئة، حصل حاجة تعب whatever، ممكن نحطها تحت بند الرغبات كمان، يعني لو في حاجة نفسك تجيبها أو تعملها حطها في ال30، و20 استثمار أو ادخار. طيب الادخار ممكن أحوشهم على جنب، أعمل في كل فترة فلوس، أجمّع مبلغ أجيب بيهم حاجة، آآ ممكن أشترك في أسهم، ممكن في الدهب، ممكن whatever المبلغ، المهم إن أنا أعمل ادخار. هتيجي تقول لي إن الحاجة غليت وإحنا عايزين، وعايزين، وعايزين. بس لاحظ حاجة، لو بصيت في الإعلانات اللي بتيجي في التلفزيون أو على السوشيال ميديا دايمًا بتوهمك إن أنت محتاج الproduct بتاعهم، أنت محتاجه. والناس اللي حواليك بتحسسك إن أنت محتاج الproduct ده. بس أنت بقى لو قعدت تفكر بعقلانية شوية، هل أنا فعلًا محتاج المنتج ده، والّا هُم دايمًا عاطينّي إحساس إن أنا محتاجه؟ يعني هل هو إحساس وهمي والّا هو فعلًا أنا محتاجه؟ يعني أنا لاحظت مؤخرًا، أنا آسفة يعني في اللي هاقوله، إن طالع دلوقتي ما أعرفش الرجالة هتعرف الكلام ده، في ضوافر اسمها جل بتتحط للبنات. فلقيت إيه، كل البنات عايزة تعمل ضوافر الجل دي، وتقول لك أنا عايزة رخيص وأنا مش عارفة عايزة إيه. هو ترند طالع، بس هل إحنا محتاجين موضوع الضوافر ده يعني كبنات؟ يعني أنا بادّي مثل بسيط جايز يكون مثل ما لهوش لازمة، بس طلع ترند وملاقية إن كل البنات بتقول أنا عايزة أعمل ضوافر الجل. فبلاش نمشي وننساق ورا السوشيال ميديا وفكرة إن أنا محتاج، إن دايمًا يحسسك أنت محتاج تعمل ضوافر، أنت محتاج تجيب مش عارفة إيه، أنت محتاج تاكل إيه، أنت محتاج تعمل إيه، أنت محتاج تجيب من برّه أكل، أنت. فيعني خلّيك واعي شوية، لإن الوعي مطلوب في الظروف دي اللي إحنا فيها. هل أنا فعلًا محتاج الحاجة دي والّا لأ؟ في كانت طبعًا حاجات أساسي، يعني في حاجات ما ينفعش الواحد يستغنى عنها، بس بلاش ننساق ورا فكرة الاحتياج. زي برضه ناس السوشيال ميديا اللي إحنا سواء البلوجر والّا الممثلين والكلام ده، دايمًا يقول لك إيه مثلًا إيه، أنا رُحت صيّفت في الحتة الفلانية، أنا أكلت في المطعم الفلاني، أنا لبست من البراند الفلانية، فالناس تنساق ورا الفكر ده. يعني take care منه جدًا، 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 عشان مؤخرًا الناس بقت منساقة ورا حاجات بدون وعي. لأ أنا محتاج، أيوه، مين قال إن أنت محتاج دي؟ يعني أنت لو مش عندك الحاجة دي، إيه اللي هيحصل؟ اسأل نفسك السؤال ده. نيجي عند الادخار، أنا قُلت لازم أدخّر مبلغ اللي هو 20% من الدخل اللي بييجي لي. طيب أنا الدنيا ما تسمحش إن أنا أدخّر، يا عم ادخّر 100 جنيه، 10 جنيه في الشهر، اتعلّم تكسر قرش. كان دايمًا زمان كان في الستات الكبار كنت ألاقيهم جايبين، عارفين اللي هي اللي كان بيتحط فيها لبن البودرة زمان، كونتينر كده بيتحط فيه لبن، فكانوا يحطوا يحوشوا فيه الفلوس. بجد أنا شُفتها كانت ست كبيرة كده جميلة، فكنت أقول لها ليه؟ تقول لي لازم تتعلّمي تكسري قرش، ما تضمنيش اللي جاي. فتعلّموا موضوع كسر القرش ده، مهم جدًا.
وعلموه لعيالكم. لا، لازم اتعلم يبقى معايا باك اب، معايا حاجه احتياطي، انا مش ضامن بكره يحصل ايه. تاني حاجه الاستثمار. طب الاستثمار، انت هتيجي تقول لنا استثمار ايه؟ ده احنا في ايام سودة والدنيا صعبه. جميل. الاستثمار هو اول حاجه ان انا لازم لما اجي ادخر المبلغ ده حوش. يعني انت دلوقتي ادخرت، حوشت مبلغ وات المبلغ، انزل بيها حته الذهب، اشترك في اسهم في البورصه. موضوع البورصه دلوقتي بقى منتشر، وفي ناس كتير قوي ابتدت تخش في البورصه واسهم. الموضوع ريسكي، مش هنكر ان هو ريسكي، بس حلو. انت بتعمل حاجه. في بودكاست اسمه كلام ينور، انا شخصيا بسمعه، بيفيد جدا، بيتكلم عن الادخار المالي، اتكلم كتير عن البورصه. يعني هو احسن مني في موضوع الفلوس والادخار ده، فانا بريكومند جدا ان انتوا تسمعوه. هيفيدكم مهما كنا طبقاتنا، سواء طبقات متوسطه او طبقات على قدها. معظمنا خلاص هنبقى على قدنا كلنا، فلا محتاجين نتعلم الاستثمار الفتره الجايه. هنطلع بره الاستثمار المادي، احنا خلصنا الفقره الماديه. هنتكلم عن الاستثمار في النفس، وانا اتكلمت عنها كتير وهعيدها تاني. في السنة الجديدة ابدأ ان انت تعمل عادات جديدة، منها القراية. القراية مش هقولك هات كتب وروح مكتبة، لو تقدر دي حاجة تبقى رائعة. اقرا كتير في مجالاتك، في مجال شغلك، مجالات انت حاببها. يعني انا شخصيا مثلا، بما ان انا عندي اطفال، فانا دايما احب اقرا في المجالات الطبية، والحاجات اللي ممكن ارفع بيها المناعة للاطفال، وايه احدث الادوية اللي نزلت، خاصة اللي بسبب الكورونا والحساسية والامراض المنتشرة. فانا احب اقرا في المجال الطبي جدا. اقرا كتير. القراية والعلم في حاجات كتير بيفتح آفاق جديدة، بيغير من طريقة تفكيرك. فالقراية مهمة. وعلم أطفالك لو عندك أطفال، أو ساعد اللي حواليك إن أنت تقروا. ما تسمحش، يعني مثلا إيه، في ناس بجد تسمع كلام وتقولك أمين. طب ما تقرا، يعني دور ورا العيل، ما جايز يكون اللي بيقوله ده هتش. حتى لو ناس كبيرة، على فكرة أنا بشوف ناس دكاترة وناس بتقول هاتش فعلا. طب ما تدور وراه، يعني هل هو اللي قاله ده صح ولا أي كلام. طور في نفسك كمان إن أنت بتدي مارس تمارين رياضية. موضوع التمارين الرياضية ده، إحنا كشعب بنحب الأنتخة. بيني وبينك الأنتخة دي أحلى حاجة في الدنيا، بس إحنا لازم نبتدي نشتغل على صحتنا، نمارس تمارين رياضية، نجري، نمشي سواء على البحر أو على النيل، معرفش حسب المحافظة اللي انت فيها. امشي، اتحرك، اعمل كارديو، اعمل تمارين بسيطة في البيت، جرب اليوجا. أنا نفسي الصراحة أمارس يوجا، يعني أمنية حياتي. فلا، مارس رياضة. لو عندك عيال أو أطفال علمهم ممارسة الرياضة، دي مهمة جدا. حتى لو في البيت، حتى لو ظروفك الاقتصادية ما تسمحش، في قنوات على اليوتيوب بتعلم الرياضة في البيت. ما دخلت سنة جديدة، اتعلم حاجة جديدة بجد. حاول تشوف حاجة جديدة تتعلمها، سواء في مجالاتك، هواياتك، حاجة نفسك من زمان كنت تعملها وما ما اتعلمتهاش. ففكروا تتعلموا حاجة جديدة، أعمال يدوية حتى، أي حاجة جديدة تبتدي تغير منك. العادات دي، ان انا اتعلم حاجة جديدة، دي بتغير مني، حتى تيجي انت كده اخر السنة تحس ان انت سنة مثمرة، انا عملت حاجة. كمان نقطة تانية، اتعلم الصبح او قبلها، قبل ما تنام بالليل، تجيب لستة بالحاجات اللي انا هعملها في يومي. ايه اللي انا هعمله؟ انا مثلا النهاردة عايزة اقوم اخلص ورق معين، عايزة اكلم اهلي اطمن عليهم، عايزة امارس تمرين معين، عايزة اتعلم حاجة جديدة. يعني تاسك بسيطة في يومك. مثلا الست العادية في البيت تقوم تقول لك انا مثلا ايه، النهاردة انا عايزة انضف كذا، وعايزة اعمل اكل كذا، وهعمل مذكرات لعيالي كذا، وهكلم اهلي كذا، هاخد بريك مثلا ربع ساعة. اعمل برنامج ليومك عشان تيجي اخر اليوم انا عملت كذا وكذا وكذا وكذا، فتحس ان انت عملت انجاز.
طبعا لو عملت انجازات على المدى البعيد دي حاجه حلوه قوي. حط جولز على المدى البعيد. انا نفسي اركب ابتدى اركب البالون. انا نفسي البس باراشوت ونط من الطياره. احلم. انا نفسي اسافر الف العالم. يعني انا عندي الاحلام دي، وهي دي الاحلام اللي بتخليني اعيش بجد. فحط تاسكات واعمل وجرب، هتلاقي نفسك بتحققها، هتفرح. لو ما حققتهاش هتحققها. يعني خلي عندك امل ان انت لاخر يوم في عمرك هتحمل اللي انت نفسك فيه. ما تقولش ما مستحيل. يعني احنا في 23 مفيش حاجه اسمها مستحيل، لا احنا بقينا في 24 يا جماعه سوري. فلا، مفيش مستحيل، هتعمل. اسعى وجرب، هتعمل. في فكره جديده برضو، ان انت تعمل روتين. ايه ده روتين؟ دي اكتر حاجه انا ما بحبهاش في حياتي، الروتين ده. بالعكس، الروتين بيحسس ان حياتك مستقره. تخيلوا كده، انا بصحى الصبح اقوم افطر واروح شغلي واشوف صحابي واعمل شغلي وارجع البيت اتغدى، اقعد مع عيالي شويه وانام. على فكره شوف، انت ممكن تحس ان الروتين ده ممل، بس ده ممتع. انت بتشتغل، انت قاعد مع اهلك، بتشوف صحابك، بتجيب فلوس، انت بتعمل حاجه في يومك. فالروتين، لو خلقنا روتين حتى للأطفال، يعني كان يقول لك علم الأطفال من صغرهم إن هم يبقى عندهم روتين في يومهم. يبقى أنا عارف إن أنا النهاردة هصحى الصبح، هروح المدرسة، هرجع أتغدى، أذاكر، أقعد شوية وأنام. الروتين مهم على فكرة. الروتين بيحسسك إن أنت بتعمل حاجة. في ناس بتشوفه في ظاهره إن هو ممل. طبعا أنت يعني في الويك إند اكسر الروتين، يعني محدش قالك امشي بنفس الروتين كل يوم. في الويك إند اكسره. بس الروتين بيحسسك إن أنت عندك حاجات بتعملها، وإن أنت بتعمل ثمرة في اليوم. فلأ، اخلق روتين، جرب. حاجة تانية، ابتدي ابني علاقات جديدة. في ناس قوي بتترعب من موضوع العلاقات. أنا اللي أعرفه أحسن من اللي معرفوش، أو أنا أحب أقعد لوحدي. العلاقات اللي بنبنيها جديدة ممكن أبنيها من خلال إن أنا زي ما بقول في الويك إند مثلا انزل، روح مكتبة مش مكاتب، مكتبة. في دلوقتي ندوات ثقافية كتير. روح دار الأوبرا. الأوبرا حاجة جميلة وهتخليك تتعرف على ناس حلوة جدا. الاكتيفيتيز اللي انت بتمارسها دي ممكن تخليك تتعرف على علاقات جديدة. طب انا هستفيد ايه من العلاقات الجديدة؟ العلاقات الجديدة بتخليك تشوف خبرات جديدة، ناس جديدة. انا فعلا بقيت اشوف ناس، يعني على الرغم من الظروف المحيطة بيهم، الناس دي عندها طاقة إيجابية غير طبيعية. فالعلاقات دي أنا شخصيا، العلاقات الجديدة أنا مؤخرا يعني السنة دي سوري 23، أنا طلعت بعلاقات جديدة. مش هقولك بقى ناكل ونشرب مع بعض ونجري ونطلع، لا، ناس اتعرفت عليها وقعدت معاهم واتكلمت معاهم. لا، الناس دي بجد عطتني طاقة إيجابية في حياتي، وعطتني، عارفة انت، ضوء شمس في جو ساقع. عارف انت لما الجو بقى ساقع قوي 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 وتطلع لك الشمس كده تدفي لك الدنيا، الناس دي كده. فلا، جرب تتعرف على علاقات جديدة. علاقات حلوة خلي بالك، عشان في ناس كئيبة، يعني في ناس تعدي من جنبها كده لا يعني هتموتني من الكآبة. فلا، حاول تبني علاقات جديدة، مش عيب. علاقات جميلة، في ناس حلوة بجد، في ناس هتديك طاقة إيجابية في حياتك من غير ما تحس. آخر حاجة عادة أنا برضو بنصحك بيها، بشوف ناس من العلاقات الجديدة اللي أخدتها بجد، كن ممتن. يعني كن راضي، خليك مبسوط بجد. في ناس بتنبسط بأقل حاجة، بتنبسط بقعدة على الكنبة وتاكل فشار وتتفرج على التلفزيون. في ناس بتتبسط بضحكة حلوة شافتها وهي معدية من عيل صغير، فانبسط. يعني خليك مبسوط، كن راضي. الرضا هيخليك أولا ترتاح نفسيا، وهيخليك تبقى أحسن، هيخليك تفكر ازاي تبقى أحسن وأحسن وأحسن. بجد الرضا هيخليك تتغير جامد، هيخليك مرتاح نفسيا. على الأقل على الأقل بالليل هتعرف تنام. فكن راضي واشكر ربنا
بجد إن أنت عايش ولسه عطيك فرصة جديدة، وإن أنت لسه تقدر تعمل، وما تقولش لأ أنا مش هاقدر أعمل حاجة والحياة سودا والدنيا ضلمة. أنا من الشخصيات اللي باقول إن اللي جاي مش لطيف، بس هاعيش وهاتأقلم وهاسيستم نفسي، ما هنعمل إيه؟ عشان أقدر أساعد نفسي وأساعد اللي حواليّا. أنا باتمنى لكم سنة بجد تكون مثمرة، سنة سعيدة، سنة فيها رضا، فيها فرح، فيها ناس طاقة إيجابية، فيها حاجات جديدة هتغيّرها، عشان تيجي آخر السنة وتقول أنا عملت. مش لازم أنا عملت فلوس، ما هو ده الجول الكبير دلوقتي بقى لكل الناس، عملت فلوس، لأ، أنت عملت شخص جديد، شخص مستقر نفسيًا، راضي، مبسوط، شخص لمّا بيخش في أي مكان هو مميز عن اللي حواليه. ما تبقاش شبه اللي حواليك، ما تتصبغش بالصبغة السوداء التي تعُم العالم. أيوه أنا شايفة صبغة سوداء ماشية منتشرة، يا عم انبسط، عيش، عيش بس بالعقل، بالحكمة، ارضى بأقل حاجة، الرضا بأقل حاجة هيخلّيك مبسوط جدًا. كل سنة وأنتم طيبين، سنة جديدة عليكم وعلينا وعلى كل العالم، باتمنى إن العالم يبقى أحسن. أنا عارفة إن الدنيا شكلها مش حلو، بس أنا عندي أمل في ربنا وفي الناس، إن الناس هتبقى أحسن والدنيا هتبقى جميلة. سنة سعيدة عليكم كلكم، كل سنة وأنتم طيبين.